شباب يا كباب، عندنا من اعضاء الجروب. طبعا انتوا مش شايفيني اصلا، اول ما فتحت باب الوصل برضه النضاره شبرت، دلوقتي الكاميرا شبرت. المهم داخل المسجد دلوقتي اصلي الظهر، بعد كده نركب المترو عشان نروح اول مكان النهارده. صحيت دلوقتي رايح المترو يا دوب اروح المكان اللي رايحه. في باص المفروض بنزل المترو بعد كده بركبه، وليه مواعيد معينه، هيتحرك 2 الا ربع والساعه دلوقتي واحدة، فرب الحقه. هو بيبقى كل ساعه وربع، فلو فاتني هستنى الساعة 3. رجلي لسه بايظة بس يعني الحمد لله شغالة، وقتين عكس بعض يعني. هي لسه بايظة بس ماشية الحمد لله. نروح دلوقتي هنركب المترو، نركب الخط الأخضر محطتين تقريبا، بعد كده ننزل نركب الخط الأحمر حبة حلوين كده، بعد كده نركب الباص. رب الحق. Doors will open on the right-hand side. ركبنا من هنا، جينا هنا وعايزين نروح هنا. The next station is Ibn Battuta. النضارة مشبرة مش شايف حاجة للأسف. وصلت متأخر، الساعة 2:05، هستنى الأتوبيس بتاع الساعة 3. وأنا دلوقتي في المحطة بتاعة الأتوبيس في وش المترو بالظبط. الأتوبيس تقريبا بيوصل هنا ورايا، وقدامي مول ابن بطوطة، مول مشهور هنا يعني، معمول بستايل معين كده مش فاكر ايه هو. ممكن أخش أعطي نظرة، ممكن أجيب حاجة لقطها عشان ماكلتش حاجة من الصبح. أدخل المول على الفود كورت على طول، بيتروني تقريبا، بس مش عارف، انا كنت عايز حاجه خفيفه، مش عارف اشوف لو في حد عنده فطار هنا ولا اشوف حاجه جوه هو المول ده الوحيد اللي هنا اللي معمول بالستايل ده، المفروض ان هو معمول بالستايل عربي. واضح اني سرحت، فهرجع تاني للفود كورت اشوف حاجه خفيفه كده اجيبها ونطلع على الباص يا دوبك. الساعة 2:03. هو المول ما كانش في خطتي أصلا، بس كويس إنه جه في الطريق. هو خطة النهاردة أصلا كانت إن أنا أروح محمية راس الخيمة، بعد كده ريفرلاند، وبعد كده أروح البحر GBR. بس محمية راس الخيمة طلعت مقفولة، كويس إن أنا شفت قبل ما أنزل، كان هيبقى مشوار تسويحة يعني. بس فدلوقتي رايح ريفرلاند وبعد كده نطلع على GBR. المشكلة في التأخير ده إن أنا عايز ألحق GBR في النهار عشان اخد لي غطسين كده، بس مش عارف كده هلحق ولا لا. المطاعم اللي هنا اللي اعرفها يعني كلها مقاطعة. لقيت مطعم اسمه شيكن اللي ورايا ده، طلبت منه ساندوتش ايه، رويال كرانشي، 15 درهم. نشوف ايه الدنيا. الساندوتش قال لي هياخد 10 دقايق، الساعة دلوقتي داخلة على 2:30. مخدش 10 دقايق، 6-7 دقايق كده. وعايز ساندوتش كرانشي عليه مايونيز وجاي معاه كاتشب. حلو الحمد لله. الساعة دلوقتي 3:03، هروح استنى الباص، والمفروض الباص بياخد نص ساعة، فهروح غالبا هقعد ساعة مثلا بس وامشي تاني عشان الحق الباص اللي راجع المترو، عشان احاول الحق اوصل البحر في النهار. ده الباص المفروض انا استناه. قاعد بذاكر. هو المفروض ان الريفرلاند فيها 4 قرى، قرية فرنسية وقرية هندية وقرية أمريكية وقرية عربية. أنا أعرفها تقريبا الفرنسية دي اللي هي معمولة بستايل أوروبي. بس هنروح نشوف ايه الدنيا، أعرف أشوف ايه في الساعة دي. هو اللي أنا كنت فيه ده أوتلت فيليج مول. جالي بتاع امن قال لي ان التصوير جوه ممنوع، طلع مصري. بس هشوف بقى اروح ريفرلاند ازاي. انا شفت تقريبا جاي لي انها ربع ساعه مشي من هنا. رجعت تاني للمكان اللي نزلنا فيه، او من المكان اللي نزلت فيه ربع ساعه مشي، وانا كده متهيألي يا دوب هروح نص ساعه مثلا وارجع تاني. يا دوب اروح اشوف المكان وارجع عشان الحق الباص اللي جاي، عشان احاول الحق البحر. وانا ماشي في الشارع بحاول اروح، جو صعب. هو في توكوسا كان المفروض تقريبا اركب، ممكن اركب وانا راجع بقى. طب انا متسوح حاليا، يانجو مابس مشاني من طرق غريبه، خلاني ادخل من بوابه مش المفروض ادخل منها اصلا. فلقيت موظف طلع لي كده بيقول لي معاك تيكت،
قلت له لا، سألته المفروض ادخل منين وكده، قال لي ارجع تاني وامشي من بره، وفي تقريبا مكان بجيب منه تيكت وبدخل منه وكده. الجو صعب، هو انا الوحيد اللي بمشي، فاكيد اللي انا بعمله ده غلط، اكيد مش ده العادي يعني. وبدا يبقى في حياه شويه. في هناك اهو مكتوب ريفرلاند. رجلي كانت بقت احسن وبدات توجعني تاني دلوقتي من المشي. ربنا يسهل. السلام عليكم. الو، how to enter ريفرلاند. طلع في تيكت للمكان ب 30 درهم. شات جي بي تي كان قايل لي ببلاش. قلت لها شات جي بي تي قال لي ان الدخول ببلاش. قالت لي كانت ببلاش من سنتين. فمحدش يمشي ورا شات جي بي تي يا جدعان. انا كده تقريبا في الجزء الفرنسي، هو مكتوب هنا فرنش فيليج. الساعه دلوقتي 4:10، فمتهيألي يا دوب اخد لفه وارجع تاني. مش عارف اصلا هرجع ازاي. نشوف الدنيا. هو الامن الاول صوروا الكاميرا، صور الكاميرا ومش عارف بعتها لمين. قعد يرغي كده في اللاسلكي. بعد كده قال لي تمام، ده قبل ما اجيب التيكت يعني، عشان يشوف ينفع اخد تيكت ولا لا. بس قال لي تمام، جبت التيكت ودخلت. انا دخلت من هنا الفرنش فيليج. مشيت انا تقريبا دلوقتي هنا كده، بس مفيش الهندي والعربي، الحاجات الغريبه اللي الشات جي بي تي قالها دي. هو المكان جميل وهيكون حلو للصور. لو معاك كتكوته مثلا ولا حاجه تيجوا تتصوروا هنا وتتمشوا، الدنيا هتبقى حلوه. اللي هناك دي ليجولاند، يدخلها ب 330 درهم. في كذا مكان هنا دخولهم كلهم، كل مكان ب 330 درهم. ريفرلاند اللي هو اللي انا فيها دلوقتي المكان الوحيد ب 30 درهم بس. زي ما قلت هو هيكون حلو للصور وكده. في مكان هنا اسمه ميني وورلد اريا، في معالم من العالم كله. الاهرامات بتاعتنا ايه. بس خدت لفة. الساعة دلوقتي 4:30. الباص تقريبا 5:55. فيا دوب اشوف هروح ازاي، احاول الحقه لو ما لحقتوش مشكلة كبيرة. طلع في تاكسي هنا ممكن يوديك المكان اللي انت عايزه. قلت له رجعني تاني للبوابة، وانا معذب نفسي وعمال اتمشى وبتاع، والدنيا حلوة يعني. جيت انا المكان بتاع الاتوبيس، لقيت 2 موظفين قاعدين اتخضوا تقريبا. المفروض شكلهم المفروض ما يقعدوش هنا. سالتهم الباص بيجي هنا ولا لا، قالوا لي بيجي 5:15. دلوقتي كام؟ فاضل 5 دقايق المفروض. يا رب يكون كلامهم صح يعني. طلعت قاعد في المكان الغلط. المكان اللي ورايا ده بتاع توكوسا. المكان بتاع الباص اهو، المفروض اقعد فيه. سالت واحد من العمال قال لي 5 دقايق بس ويجي. وانا تقريبا شكلي لما جيت اتلخبطت ونزلت عند المحطه بتاعت الاوتلت، شكل الباص كان مكمل لهنا وانا اللي اتغبيت. طبعا شايفني عمال اتغابى من ساعه ما جيت، بس انا بوريك الغلط عشان ما تعملوش. انا بعمل الغلطات كلها عشان انتوا ما تعملهاش. رايح دلوقتي المترو، اركب كام محطه، وفي محطه وانا راكب المترو قال ان فيها ترام بيورينا على جوميرو على طول. الكلام ده ما كانش ظاهر لي على الابلكيشنز بتاعت المواصلات وكده، كانت كلها بتقول لي اركب مترو واتوبيسات وحاجات كده. بس دورت لقيت تقريبا الترام ده سريع، بيوصل للجي بي ار على طول، ما بياخدش وقت زي المترو والباص. فنروح كده ونشوف الدنيا. وصلت المترو داخل دلوقتي، وطبعا لما بتطلع من اي حته فيها تكييف النضاره بتشبر، مش شايف حاجه. الكراسي اللي قدام في اي باص بيبقى معمول للموضوعيه، الكبار في السن، الاطفال، الستات كده. فانت لما بتركب الباص بتعدي الكراسي اللي في الاول دي وترجع تقعد ورا. تستخدم النور كارد وانت داخل وانت طالع من الباص. في المترو برضه نفس الكلام، بتستخدمه وانت داخل المحطه وانت خارج المحطه اللي بعدها اللي هتنزل فيها. لو ما استخدمتش النور كارد في الباص مكتوب ان في غرامه 200 درهم. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية.
المفروض ان البيتش قدامنا كده، اللي هناك دي دبي اي. كنت هقع لقيت دبي كان ورايا هنا، لقيت الازازه. انا عشان كده شايل معايا ازازه. عموما دبي فيها دبي كانز كتير اماكن تملى منها ميه عشان احافظ على البيئه طبعا. الحمد لله على السلامه. بدور على اماكن ممكن اغير فيها هدومي واخد دش والحاجات دي. تقريبا اللي هناك دول كده. انا مش كويس من هنا، هروح اشوف. طلعت فعلا حمامات واماكن تغيير لبس وكده، ودخلت غيرت واهو. ويلكم تو دبي. دي هتكون اول مره اعوم في بحر غير البحر الاحمر او المتوسط، ده الخليج العربي. يعني يعتبر تقريبا تبع المحيط الهندي. اول مره اعوم في محيط. ما يصير عندنا كنت غطسين، خدت غطس وطلعت. بالتالي جيت في احسن وقت، الشمس اهي بتغرب، الجو حلو، المية سخنة، معرفش ده العادي ولا ايه، بس مية حلو. غالبا هنقضي بقى اليوم هنا، هنزل اخد لي غطس كمان، بعد كده اطلع اغير، وممكن بعد كده اتمشى. دي تقريبا بعد في مارينا، وغالبا هناكل هنا برضه. دي حاجة كتير تانية يعني. بس يا سيدي خدت دش وغيرت ولا كأن حاجة حصلت. في مكان هناك بتجيب منه كوين للشاور، شاور ب5 درهم، تدفع 5 درهم وتاخد كوين تحطها في جهاز عند الشاور بيشتغل دقيقتين. ايه بقى المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض اكل. اروح املى الازازة تاني من دبي كان اللي هنا دي، وبعد كده نروح المكان اللي هناكل فيه. هناكل هنا. ما تقوليش انا اخترت المكان ده، اقول لك مش عارف. انا كاتبه من وانا في مصر، وشات جي بي تي تقريبا اللي قال لي عليه، ومش فاكر بصراحه اخترته ليه. طلبت ساندوتش كده بس. ساندوتش جات هو اسمه كريسبي بيتا، العيش بيبقى مقرمش كده، وانا جايبه بشومنا فراخ. زودت كمان منقوشه زعتر. مش عارف بصراحه الاختراع ده، العيش ده موطنه ايه، بس حلو الحمد لله. العيش كريسبي والفراخ جوسي. وايه تاني؟ تومية حلوة. اعطيه 8/10 عشان الحنكة، بس لازم يبقى فيه. دلوقتي بستني المنقوشة، سعره 19 درهم، والمنقوشة سعرها 9 درهم. Thank you. Anything else? No, thank you. واضح الموضوع كبير، مش المفروض اعمل كده. يعني اوريكو. ولعت. حلوة شغلانة الفود ريفيورز دي، هي حلوة بس كبيرة. دي حاجة حلوة يعني. اروح الاول دبي كان هنا املى الازازه تالت. لقيت مصلى عند الكان، دخلت صليت، ودلوقتي رايحين مارينا. رجلي الحمد لله احسن من امبارح. مش عارف المشكله كانت جهاد عشان مشيت كتير اوي امبارح، ولا من الكوتشي. انا نزلت النهارده وامبارح بالشبشب. اللي هناك دي هي المارينا. المفروض هنطلع قدام وننزل كده ونروح هنا. بس جامد والله، نهر النيل اللي عندهم احسن من اللي عندنا. في برضه دبي كان تاني اهي. كنت شفت واحده امبارح برضه في منطقه السيف، بس الموضوع حلو يعني. انا كنت بخلص الازازه عشان اعملها تاني. انا جيت من عند الكوبري اللي هناك ده. بس يا معلم، تقعد هنا كده على الفيو اللي انت شايفه ده، تاكل باقي الاكل اللي انت خدته تيك اواي. بس دبي حلو، دبي حلو، بس دبي اتغيرت بعد ما بقالي شويه قاعد In هنا. 200 meters, you will reach your destination. يا عم بقالي شويه قاعد هنا،
Continue. بقالي شوية قاعد هنا الساعة 10:30. هروح أركب الترام عشان أرجع المترو وأروح. استنى بقالي ساعة واقف في المترو. الطريق من هناك تقريبا ساعة بالمترو، واقف طول الطريق، الناس كلها مروحة فالدنيا زحمة. القطر اللي جيت بيه دلوقتي ده أصلا كان آخر قطر، الحمد لله إني لحقته. الأبلكيشنز بتاعت المابس والمواصلات تقريبا أنا بستخدمها كلها. يعني المابس تقريبا جربت كل البرامج، يعني كل مشوار بيبقى فيه برنامج هيوصلني وبرنامج هيسوحني. لما بحس اني هتسوح بشوف على برنامج تاني. مواصلات برضه بستخدم سهيل ده، ولقيت برنامج تاني اسمه ترانزيت بقيت بستخدمهم هما الاتنين. مرة برضه ده يسوحني ومرة ده يوصلني، ممكن هما الاتنين يسوحوني عادي. طبعا شات جي بي تي مع كل ده، شات جي بي تي أكتر حاجة بتسوحني بس مهم برضه. بس عايز أجيب عصير، جبت عصير تفاح باسم الله حلو جميل، بس الناس بتاع امبارح كان جامد بصراحة. المهم انا خلاص داخل على الوسط اهو. والى هنا سيدات سادتي تحتري سهرتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم يوما هانئا وتصبحون على خير. صحيت حضرت الشنط وعملت تشيك اوت من الهوستل، سبت الشنطه الكبيره في الهوستل، خدت شنطه الكاميرا بس. رايح دلوقتي منطقه السيف افطر هناك، ممكن اجيب كام سوفينير وبعد كده برجع اخد الشنطه ونطلع على المطار. وقفني دلوقتي واحد هدي لقى شعري بايظ، فقعد يقول لي على حاجات اجيبها استخدمها لشعري. شعره الاول كان يعني بيقع من قدام، فوراني صورته قبل وورولي دلوقتي وكتب لي منتجات اجيبها من اي سوبر ماركت، واصر ان اكتبها يعني في سلكت. كتبتهم على الموبايل، كان هياخدني سوبر ماركت هنا يوريهم لي. قلت له والله مصدقك وحاضر بس انا متاخر بس وبتاع، بس يعني وخلعت منه. ده حي الفهيدي اللي جينا اول امبارح. خلينا ندخل نشوف المكان في النهار، متهيألي ممكن اطلع من جوه على السيف على طول. طلعت اهو من حي الفهيدي والسيف اهو. نفطر هنا، طلبت سندوتش فلافل، مطعم فلسطيني. المكان حلو من جوه، الديكور اللي متعلق كله حاجات فلسطينية وكده. الأكل جه، حتى الورق اللي جايبين عليه الأكل بيشرح الكوفية الفلسطينية. سندوتش حلو، طعمية معمولة بحمص اللي هي الطعمية السوري، معرفش هي سوري ولا لا بس احنا بنقول عليها سوري. ضن هروح أصلي الظهر في المسجد اللي في حي الفهيدي وارجع تاني أشوف كام سوفينير كده. حي على الصلاة حي على الفلاح. دخلت كام محل، لقطت لي كام حاجه، الاسعار حلوه وفي فصال. بفكر اعدي الناحيه التانية اركب العباره دي واروح الديره. ممكن اروح اتمشى شويه وبعد كده بركب مترو من هناك ارجع على الهوستل، ناخد الشنط ونطلع على المطار. اللي هناك ده سوق الدهب. هركب العباره دي اعدي الناحيه التانية اتمشى شويه وارجع تاني. دي العبرة العادية اللي بدرهم، ما نزلناش في نفس المكان بتاع سوق الدهب. هو في واحدة تقريبا بتروح سوق الدهب وواحدة بتروح للمكان اللي أنا فيه دلوقتي ده اللي هو معرفش هو فين. تقريبا كده احنا دلوقتي في ديرة. اكتشفت إنه سوق نايف قدامي هنا فخلينا أتمشى، وأنا مش مهتم بحاجة يعني، هو سوق بتاع إلكترونيات ولبس وكده. غالبا مش هشتري حاجة بس ممكن أروح أتمشى.
خدت لفه وطلعت، مش عايز اشتري حاجه. في محطه مترو قريبه هنا، اروح اركب وانزل عند المحطه اللي عند الهوستل واخد الشنط وامشي. المطعم تحت الهوستل، عايز اخد حاجه خفيفه قبل ما اروح المطار، فطلبت تشيكن براتو. كل ما اطلع اخد الشنط ونطلع على المطار. لسه تقريبا 5 ساعات على الطياره او اقل سيكه، بس خلاص يعني خلصت كل حاجه. وفي كذا حاجه لسه هعملها في المطار قبل ما اسافر. المفروض اجيب لي كام حاجه اخليهم معايا قبل ما اروح المطار. جامد يا جدعان. محطة المترو فيها مكان هنا، خلينا نشوف ايه ده. تقريبا مكان الناس تقعد فيه كده عادي. وفي برضه دبي كان هناك اهي. بقى لي حبه حلوين متسوح، عمال ادور على الباص اللي المفروض اركبه. انا رحت المحطه بتاعت الاتوبيسات ومش لاقي. جيت المترو تاني ورجعت دورت تاني، وجيت سالت هنا في المترو. طلعت كنت خارج من المخرج غلط. المفروض اطلع من مخرج تاني من المترو عشان الاقي الباص اللي انا المفروض اركبه. قاعد مستني الباص. كويس ان نزلت بدري. الساعه دلوقتي داخل على 6:30. فاضل على الطياره 3 ساعات ونص. الدروس المستفاده ايه بقى من السفريه بتاعتي دي؟ ان نحمد ربنا على الميه اللي عندنا في مصر، ميه الحنفيه، عشان اوبشن الميه الساقعه ده مش موجود هنا. الميه بتنزل من الحنفيه سخنه وبتطلع بخار. تاني حاجه انك ما تغيرش سعر حاجه المصري عشان ما تتحسبش كده يا صاحبي. تالت حاجه انك ما تتغباش زيي. شوف الغلطات اللي انا بعملها وما تعملهاش، كل ده عشان مصلحتك. في 185 درهم هيرجعوا لي على الفيزا اللي دفعت بيه. ممكن في كاش تقريبا، وفي برضه انها ترجع لي على الفيزا. سألت لو في مكان اعمل فيه ريفاند للرصيد اللي على النول كارد. مفيش هنا. المفروض اعمله في المترو، بس لو كنت عملت في المترو ما كنتش عارف اجي هنا اصلا. فالمهم تقريبا ممكن اعمل ريفاند من على الابلكيشن بتاع الكارت، فهبقى اشوف الموضوع ده بعدين. دلوقتي خلاص هدخل اعمل تشيك ان. البني ادم ده يا اخي طلعت واقف كل ده على الفاضي. انا اصلا معايا البوردنج باس، هعمل تشيك ان اونلاين، فده تقريبا الناس اللي معاهم شنط وحاجات كده. انا معيش غير الشنطه اللي تطلع معايا على الطياره، فطلعت واقف كل ده على الفاضي. قلنا ايه، بتغابى عشان انت ما بتعملش زيي. دلوقتي في السوق الحر. المفروض الحاجه هنا بتبقى كلها اوريجينال ومفيش عليها جمارك وكده، بس انا مش هجيب حاجه هنا. انا لسه طيارتي مش دلوقتي، فاضل ساعتين. اقعد استنى. هو ممكن اصلي صح؟ اصلي واقعد استنى. بس يا سيدي كده تنتهي رحلتنا 3 أيام ونص في دبي. اوعى تعمل اي حاجه اللي انا عملتها، متتغاباش زيي.